ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شعرك في الصيف بيتعب؟ الشمس والبحر والعرق ممكن يبوظولك شعرك تماما. تعالي اقولك على روتين سهل هيحمي شعرك ويعالجه كمان، وهقولك على اسباب التقصف في الصيف، وهقولك على خطوات العناية ونصايح اضافية، وهقولك كمان على منتجات تستخدميها هتصلح شعرك جدا. تابعي معايا لاخر الفيديو، ومتنسيش اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. أسباب تقصيف الشعر في الصيف ايه هي؟ التعرض المستمر للشمس، والمية المالحة والكلور، وقلة الترطيب. تاني حاجة، في خطوات مهمة جدا للعناية بالشعر، زي غسيل الشعر بشامبو خفيف مرة أو مرتين في الأسبوع. زي مثلا الشامبو ده، شامبو خفيف تريزيمي، حلو جدا ومناسب للشعر الجاف والتالف خاصة في فصل الصيف. في نوع تاني زي ده، شامبو هاربل بكوكونات ميلك. وفي كمان ده من براند لاف بيوتي اورجان اويل اند لافندر، ده حلو جدا. وفي كمان ده او جي اكس كوكونات ميلك شامبو، ده تحفة. وفي كمان ده ذا بادي شوب بنانا شامبو، مناسب جدا لو عايزة شامبو ناعم وطبيعي. خديهم سكرين واشتري اللي تحبيه، كلهم نتيجتهم تحفة، جربيهم وهتشوفي الفرق بنفسك. كده خلصنا أول خطوة من العناية، اللي هو غسيل الشعر بالشامبو خفيف مرة أو مرتين في الأسبوع، وقلتلك على أنواع الشامبو اللي تستخدميها. تاني حاجة معانا ماسك ترطيب أسبوعي، لازم تعمليه في فصل الصيف عشان يطري شعرك ويخليه على طول ناعم وجميل. المكونات هتكون زيت جوز هند، عسل طبيعي، وزبادي. زيت جوز هند يرطب الشعر بعمق ويعالج التقصف ويقلل الهيشان وبيقوي بصيلات الشعر. أما العسل مرطب ممتاز وبيحسن الرطوبة بتاعة الشعر، وغني جدا بمضاد الأكسدة وبيقلل الهيشان وبيدي لمعة وصحة للشعر. أما الزبادي فيه بروتين طبيعي بيغذي الشعر ويرطب فروة الرأس وبيساعد في التخلص من القشرة والاحمرار. طريقة استخدام الماسك، اخلطي المكونات كويس لحد ما تبقى خليط ناعم ومتجانس. طبقة من الماسك على شعرك من الجذور لحد الأطراف، وغطي شعرك بكيس بلاستيك أو فوطة دافية وسيبيه من مدة نص ساعة ل45 دقيقة. واغسلي شعرك بالشامبو الخفيف بدون سلفيت، وممكن تحطي بلسم بعديها. استخدمي الماسك ده مرة أو مرتين في الأسبوع، بلاش تستخدمي مية سخنة جدا في الشطف، وحاولي تسيبي شعرك ينشف طبيعي، أو استخدمي سيرم قبل ما تستخدمي الاستشوار. ودي تالت نقطة معانا في خصائص العناية، اللي هو السيرم الواقي من الحرارة. هو سيرم بتستخدميه قبل استشوار أو البيبي ليس، أو لو هتتعرضي للشمس. في أنواع ممتازة جدا زي ده من لوريال باريس سبراي، وفي ده تريزيمي سبراي، وفي ده جلاس سبراي، وفي ده شي 44، وفي ده ميلي اويل سبراي. ده كويس جدا للشعر الجاف. خديهم سكرين واختاري اللي يناسبك واشتريه، وهتشوفي النتيجة قبل ما تستخدمي أي حرارة على شعرك. رابع خطوة معانا قص الأطراف كل 6 أسابيع أو 8 أسابيع على الأقل. في نصايح إضافية هقولك عليها، زي مثلا تلبسي الكاب أو الطرحة في الشمس، هتحمي شعرك شوية من الضرر، وشرب المية كتير، وتقللي استخدام استشوار ومكوى. وبس كده، جربي الخطوات دي وهتشوفي الفرق بنفسك، شعرك هيسترك آخر الصيف. جربي الماسك ده مرة واحدة بس وهتحسي بالفرق من أول استخدام. شعرك هيرجع بيلمع وينعم كأنه لسه طالع من بيوتي صالون. متنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي الطبيعية. استنيني فيديوهات تانية هتغيرلك روتين شعرك تماما.
باي باي.